السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومات سهلة وبسيطة جدا، بس هتوفر علينا فلوس وتعب وتعطيل وقت كتير. وبرجاء لو عجبك الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة قربة المية، احنا بنزود المية من هنا، فكتير مننا بيزود فوق العلامة دي لحد هنا، فده غلط جدا وبيؤدي الى سخونية العربية والدخول في مشاكل كتير. فاحنا المفروض نزود لحد العلامة دي، يعني فوق العلامة دي بين دي وبين دي، يعني زي كده مثلا اهي المية واصلة لحد يعني نص تاني علامة، النص كده بالظبط، تمام. فدوا عند ملء القربة اكتر من حجمها بيؤدي الى سخونية العربية عند المشي، وده حاجة خطر. تاني حاجة غطا الريداتير. غطا الريداتير اهو، تمام. احنا المفروض الغطا معانا كده، بنقفل الغطا كده، يعني مثلا كتير مننا بيبقى قافل الغطا كده، خلاص قفله، خلاص سابه، لا دخل هوا فهو بيعمل سخونية. فاحنا المفروض نفتح الغطا اهو، بنفتح كده، بندوس على الغطا كده، بندوس كبس كده، بنكبس كده على الغطا وبنلفه معانا. كلمة تحذير الأحمر دي بتبقى من ناحية المكنة، من ناحية الموتور، لأن الغطا لو مش مقفول كويس أو مدخل هوا بيؤدي إلى سخونية العربية عند المشي. دي حاجة. الحاجة التانية، لو العربية بتسخن معايا جدا مع المشي أو مع التكييف، فأنا عايز أعرف إيه سبب إن العربية بتسخن. فأنا هعمل حاجة بسيطة عشان أتأكد إن الترموستات الكوعة شغالة ولا لأ. فأنا عايز أعرف إزاي. اول حاجه انا بمسك كده، لو العربيه سخنه بمسك كده الكوعه دي اهي، بلاقي الكوعه دي سخنه، فبمسك الكوعه اللي تحت، فالكوعه اللي تحت لو لقيتها سخنه يبقى كده تمام، الترموستات شغال معايا. انما لو مسكت دي لقيت دي سخنه ولقيت دي مش سخنه عاديه ساقعه، يبقى كده الترموستات مش شغال، بيشتغل متاخر، او على بال ما بيوصل له اللي هو يشتغل بتكون العربيه سخنت. وده غلط جدا وبيؤدي الى حاجات كتير غلط، منها شامبر، المكنه تسخن، تجيب جوان يضرب. فده كل ده غلط، وبرجاء ناخد بالنا كل يوم نزود، نقيس مقاس الزيت بتاعنا. معلومات سهله وبسيطه، بس هتؤدي الى توفير فلوس كتير وعطله وحاجات ملهاش اي لازمه.